بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وهي حلقه جديده من كوره الجمهور. اهلا بكم في حلقه جديده، حلقه بعنوان الاصابات تضرب النادي الاهلي. بص عزيزي المشاهد، خليني اقول لك بكل صراحه وبكل وضوح. اي فريق في العالم هو بياخد فتره التوقف الدولي دي هي بمثابه شيء من الراحه للاعيبه رقم واحد، للجهاز الفني رقم اتنين، للتيم ككل رقم ثلاثة. ولكن أما آن للنادي الأهلي أما آن للنادي الأهلي أن تكون هذه الفترة هي فعلا بمثابة فترة راحة. أما آن لفرقة النادي الأهلي إن هي تكون فعلا في فترة راحة. يعني إيه فترة راحة؟ يعني فترة الراحة أنا برجع منها كمدير فني شايف اللعيبة كلها في القايمة بتاعتي جاهزة بنسبة 100%. تعالى كده أقول لك، مستشفى النادي الاهلي، بص مستشفى النادي الاهلي موجود فيها مين النهارده؟ موجود فيها مين؟ انت داخل على بطولة افريقيا، وداخل على نهائي كاس مصر، وداخل على الدوري، وداخل على كتير جدا جدا. تعال اقول لك المصابين النهارده في النادي الاهلي: محمد الشناوي، ديانج، كوكا، ضو كريستو. عاوز تعد تاني؟ عد تاني. محمود متولي. عاوز تعد تالت؟ عد تالت. كتير كتير جدا. طيب احنا هنمسك في مين؟ هنمسك في ديانج. طيب اشمعنى ديانج؟ ديانج هو مش مصاب. إصابة ديانج ليس بإصابة، وإنما هي قرار رقم واحد، قرار من مارسيل كولر بإراحة أليو ديانج بسبب بسبب المجهود المبذول في دوري أبطال، في أفريقيا مع منتخب مالي. طيب عاوز تضيف تاني لعيب مصاب؟ خد بيرسي تاو، إجهاد في العضلة، وده طبيعي. لعيب واصل للسيمي فاينال مع المنتخب كل المباريات، مع النادي الاهلي كل الماتشات، فطبيعي احنا عارفين كويس جدا انه بيرسي تاو هيجيله اجهاد في العضله. طيب مين تاني؟ علي معلول. علي معلول اصابه؟ لا، هو شد خفيف في العضله الخلفيه. طيب مين تاني جديد؟ مين؟ وسام ابو علي. اخد لي حته كده من على طرف المعلقه، بايه بقى؟ شد في العضله الخلفيه، شد بسيط كده. كل اللي بيدخل النادي الاهلي لازم يدوق المستشفى بتاعه النادي الاهلي، سواء جديد او قديم، لازم تدوق مستشفى النادي الاهلي. طيب